مشكلة حصلت خلال الساعات اللي فاتت في تدريب نادي الزمالك ما بين الكابتن أحمد عبد الرؤوف وأحمد حمدي لاعب وسط نادي الزمالك. حصلت مشكلة ما بين الثنائي في التدريب خلال اليومين اللي فاتوا. يبدو ان يعني حصلت تنشنة، شدة ما بين الاثنين في التدريب، مشادة ما بين الاثنين. كابتن احمد عبد الرؤوف بناء عليها خد قرار باستبعاد احمد حمدي من التدريبات الجماعيه، واللي عرفناه ان احمد حمدي بيتدرب لوحده في نادي الزمالك. الزمالك بيتدرب في الكليه الحربيه. احمد حمدي الساعات اللي فاتت بيتدرب في ملعب نادي الزمالك تدريبات منفرده بناء على القرار اللي اتاخد من قبل الكابتن احمد عبد الرؤوف. اللعيبه الكبيره في نادي الزمالك بتحاول تحل الموضوع دلوقتي، تصلح ما بين احمد عبد الرؤوف واحمد حمدي، عوده احمد حمدي للمشاركه من جديد. احمد حمدي اصلا ما كانش بيشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك من بدايه الموسم، كانت فرصه يكون موجود في كاس عاصمه مصر وياخد حساسيه الماتشات. احمد حمدي فري في يناير، من حقه يمضي لاي نادي. ومن الاساس الفتره الاخيره الكلام ما حصلش ما بين احمد حمدي واداره الكوره في نادي الزمالك فيما يتعلق بالتجديد ليه، وان هو يتم حسم بقائه مع نادي الزمالك.